اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ازيكم يا حبايب قلبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. تعالوا بقى هنعمل النهارده غدا بجد تحفة جدا، وكل اللي هياكل الطاجن ده من ايدك بجد هيشكرك عليه. تعالي بقى، اي قطعة لحمة عندك، اي نوع، هتعملي بجد احلى غدا. معايا حلة فاضية خالص مفيهاش اي مادة دهنية ولا اي حاجة، وهنزل عليها بكمية اللحمة اللي عندي. اي قطعة لحمة عندك، يعني كباب الحلة او طاجن اللحمة ده بينفع بأي قطعة لحمة، مش لازم لحمة معينة. تمام، هحطها بس كده من غير اي مادة دهنية ومن غير اي حاجة، تاخد تشويحة بسيطة كده. هقلبها كده وهنزل عليها بالبصل. معايا بصلتين كبار او 3 بصلات. بص، هو البصل يعني مش بيبقى باين فيه على قد كده، لان هي عبال ما بتستوي اللحمة البصل بيدوب معاكي خالص، بس هي يعني كباب الحلة بيبقى عايز يعني كمية بصل كويسة، يعني مش هتنفعه بصلاية واحدة. بجد هتنزل معاكي صوص تحفة، يعني الولاد هيسيبوا اللحمة نفسها وهيغمسوا بالصوص بتاعها. اعملي بقى جنبها مكرونة. شوفي ولادك بيحبوا ايه، يعني انا كل مرة كنت بعمل مكرونة، بس المرة دي بصراحة حبوها برز يعني، وباباهم كان عايز ياكلها بعيش. تمام كده، زودت عليها بس فلفل اسود، وزودت يعني شوية مية صغيرين خالص، ما تزوديش مية كتير. وكده خلاص خدت غلوة ودخلت في السوا. زودت الملح بتاعها، ومع الفلفل الاسود الاول زودت يعني ورقتين لورا، وتزودي المية بالتدريج كده، يعني شقشق شقشق كده، او يعني متحطيش مية كتير، لان هي ما بتحبش مية كتير، هي بتستوي في العصارة بتاعتها اللي بتنزلها وشوية المية الصغيرين اللي بتحطيهم. خلاص كده استوت. اخدت نص قرن فلفل حار كده، يعني محطتوش من الاول عشان خاطر ما يحرقهاش قوي. تمام، وبحطها في طاجن كده بس تحت الشواية 3 4 دقايق بس تتشمع كده وخلاص. بس ما خدتش معانا اي حاجة وما فيهاش يعني اي افتكاسات. لو بتحبي طعم القرفة في الاكل ممكن ترشي رشة قرفة بسيطة خالص على اللحمة. بس يا حبايبي، هحطها كده بس تحت الشواية وخلاص. حابة تحطي بقى طماطمايه متقطعة حلقات كده على الوش ماشي، مش حابة لا خلاص براحتك. وعملت زي ما قلت لكم شوية رز بالشعرية، وهنغرف اكلنا بقى وخلاص. فيديو خفيف سريع بسيط، يا رب بس يكون عجبكم. لو وصلتي معايا لحد هنا يا قلب اختك، بالله عليكي ما تنسينيش بلايك واشتراك وتعليق حلو. ادي حبايبي كباب الحله، بجد بقول لكم اللحمه دايبه تحفه، طعمها الصوص بتاعها رهيب. بجد جربيها هتعجبك. مع السلامه.